الحاجه الوحيده اللي تقدر تحكم لك في النجاح المستقبلي ديالك واللي هي العادات اليوميه ديالك. السلام عليكم اخوانا، مرحبا بكم في الابيزود الثالثه من التغيير الحقيقي اللي غادي نشوف فيها بصح كيفاش نقدروا نتبدلوا بعيد على ديك الهضره ديال الانستغرام والريلز وديال الموتيفاسيون. حتى انا ماشي غادي نجي نقول لك ما بين ليله ونهار غادي تبدل حياتك، انك تولي تفيق مع 6 الصباح، تنوض تخرج تجري، ترجع دير ميديتاسيون، تقرا كتاب، تقرا القران، تصلي ودير بلا 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 وكاع داكشي اللي كيقولوه الناس في انستغرام. حتى التغيير الحقيقي كيخصو وقت وانضباط واستمراريه والصبر. حتى التغيير الحقيقي ما كيطراش دقه واحده، كيجي بدقه ودقه، يعني بواحد التغييرات صغيره، بواحد العادات صغيره كديرهم كل نهار باش تقدر توصل لواحد النتيجه كبيره. وهذا هو الموضوع ديال الحلقه الثالثه اللي انا صراحه لا فرحان ليه بزاف، ومشحال هادي وانا باغي ندوي على هذا الموضوع هذا اللي هو العادات. غادي نشوفوا اليوم كيفاش العادات كيخدموا، كيفاش نقدروا نبنيو شي عاده، وكيفاش نحيدوا شي عاده حنا ما بغيناهاش. اول حاجه خاصنا نفهموا اشنا هي العاده. العاده هي واحد السلوك كتعاودو بزاف المرات حتى كيولي ناتوريل وكتولي تلقائيا كديرو من راسك. مثال ديال واحد العاده اللي اغلبيتنا كيعاني منها، واللي هي تلقائيا ملي كتحس بالملل بلا ما تحس كتلقى راسك داخل وكتسكرولي، كتقول راسك انك بلاتي خليني ندخل لي واحد 5 دقائق نشوف ونخرج، حتى كتصدق انك داخل ساعتين وانت كتسكرولي، ديك الساعه مشى لك الوقت، والشيء كيدمر التركيز ديالك والفوكس ديالك. الا كنتي انت كتعاني من هذا المشكل هذا فما تخافش، فانت في المكان والوقت المناسب. اليوم غادي نوريك كيفاش تقدر تعاود تبني العادات ديالك من الاول، حتى حنا في واحد الوقت اللي هو مناسب للتغيير اللي هو رمضان، حتى كيكون ديجا عقلك صافي وما فيهش روينه وكيكونوا افكارك مرتبين. وثاني حاجه وكتكون مواظب على الصلاه، والصلاه كتعاونك بزاف 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 في التغيير ديالك. اول حاجه خاصنا نفهموا كيفاش العادات كيخدموا. العاده كدوز من 4 المراحل. المرحله الاولى اللي هي الاشاره، اللي هي ديك الحاجه اللي كدير لك طن في عقلك وكتخلي لك ديك الرغبه باش انك تنوض دير ديك العاده. بحال مثلا الناس اللي موظفين على الصلاه ملي كيسمعوا الاذان اوتوماتيكمون عقلهم كيقول لهم نوض توضا وصلي، اولا ملي كتوصلك شي نوتيفيكاسيون في التليفون اوتوماتيكمون كتدخل التليفون وكتشوف واش وصلك. ثاني مرحله اللي هي الرغبه، يعني داك الاحساس الداخلي اللي بديتي تحققه وبديتي تلقاه من بعد ما تسالي ديك العاده. مثلا بديتي تحس بالاحساس ديال الراحه او المتعه، او بديتي تهرب من شي مشاعر، او بديتي تحس الاحساس ديال الانجاز، ديال انك حققتي شي حاجه. ثالث حاجه اللي هي السلوك، يعني ديك الاكسيون ولا ديك العاده اللي بغيتي ديرها. رابع حاجه اللي هي المكافاه، يعني داك الشيء اللي غادي تحصل عليه ملي غادي تكمل ديك العاده. يمكن ليه يكون شي حاجه مونطال، يعني شي شعور بديتي تحس به من بعد ما تسالي ديك العاده، او لا شي حاجه ماتيريال، يعني ملي غادي تسالي غادي تاخذ واحد المكافاه. الا فهمتي هذا السيكل هذا وهاد المراحل هذا فراك قادر انك سواء تبني عاده او لا تحيد العاده اللي ما بغيتيهاش. دونك الا بغيتي شي عاده عندك 4 القواعد خاصك ضروري تدوز منهم. اول حاجه ديك العاده خاصها تكون واضحه وباينه. ثاني حاجه وانها خاصها تكون اتراكتيف، يعني كثير الانتباه ديالك. ثالث حاجه واهم حاجه وانك خاصك تسهلها قد ما قدرتي، حتى كلما سهلتيها غادي تقدر ديرها. ورابع حاجه ان ديك العاده خاصها ترضيك داخليا. مي الا بغيتي تحيد شي عاده فراه نفس القواعد ولكن خاصك ديرهم بالعكس. من بعد ما فهمنا كيفاش العادات كيخدموا، دابا بغيتك دابا تجبد معايا ستيلو ورقه باش نفهموا بالضبط كيفاش نقدروا نبنيو شي عاده. اول حاجه واللي هو الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هما انهم كيحاولوا يبدلوا كلشي في دقه واحده وفي الاخر ما كيصدقوا مبدلين والو. دونك ركز معايا واختار عاده واحده صغيره. مثلا بديتي تبني العاده ديال القراءه، يعني بغيتي تقرا صفحه من واحد الكتاب كل نهار. ثاني حاجه خاصك تسبيسيفي ديك العاده، يعني بلاصه ما تقول بغيت نقرا كتاب وصافي خاصك تقول انني بغيت نقرا صفحه كل نهار من مورا صلاه العشاء في بيتي. يعني خاصك تحدد 3 الحوايج مهمين، علاش وامتى وفين. المثال ديالنا قلنا بغيت نقرا صفحه كل نهار من مورا صلاه العشاء في بيتي، يعني علاش وفين وامتى. فكل ما كان داك القرار بتاخذ واضح مزيان فراه ما كتخليش لعقلك المجال في انه يسكيبي ديك العاده. وثالث حاجه وهذه مهمه صراحه والله وعاونتني بزاف باش نقدر نبني العادات ديالي، انك خاصك تربط ديك العاده اللي بغيتي تبني مع واحد العاده اللي انت ديجا عندك ومواظب عليها. نرجعوا لمثال العاده القراءه. الا كنت انت ديجا مواظب على الصلاه فراه غادي تربط عاده القراءه مع الصلاه. غادي تقول انني ديريكتومون ملي غادي نسالي صلاة العشاء غادي نمشي نقرا صفحه من واحد الكتاب. هاد الطريقه دي كتخلي الاشاره اللي ذكرنا في الاول تلقائيه واوتوماتيكمون، يعني من بعد ما غادي تسالي الصلاه غادي تمشي تقرا صفحه، وهكا كتقدر تبني واحد السلسله ديال العادات. ورابع حاجه اللي ديجا ذكرت لكم انها مهمه بزاف وانك خاصك تسهل ديك العاده قد ما قدرتي. بحال مثلا رجعوا للمثال ديال عاده القراءه، فراه ما غاديش تجي من الاول وغادي تقول غادي نقرا 10 صفحات كل نهار، يعني في الاول ديرها 3 صفحات مثلا،
الا ما قديتيش على 3 صفحات ردها 2 صفحات، ما قديتيش على 2 صفحات ردها صفحه واحده، ما قديتيش على صفحه واحده ديرها نص صفحه. يعني حاول تسهلها قد ما قدرتي باش تقدر غير تبدا ديك العاده، ومع الوقت مع التكرار ديك العاده غادي تقدر تزيد العدد ديال الصفحات. السيمانه الاولى بديتي بصفحه واحده، السيمانه الثانيه 2 صفحات، الثالثه 3 صفحات والى اخره. واحده اخرى مثلا هذاك الكتاب خاصك تحطوه في واحد البلاصه اللي باينه، مع غادي يدخل بالك مع عندي بالك الكتاب، مع عقلك غادي يدير لك الاثاره انك خاصك تسير تقرا صفحه من داك الكتاب، وهكذا والى اخره. وانت حاول تفنن وحاول تسهلها قد ما انت قدرت. وخامس حاجه واخر حاجه وانك خاصك تخلي ديك العاده في الاخر مرضيه. مثلا انت غادي دير واحد الطابلو، وكل ما ساليتي القرايه ديال واحد الصفحه غادي تسير داك الطابلو وغادي دير تشيك انك كملتي ديك العاده. والناس اللي كتفرجوا فيا عارفين انني عندي واحد الهابيت تراكر، وكل ما درت واحد الهابيت كندير تشيك. نتمنى انك انت ولا انت تكون فهمتي البروسيس ديال اننا كيفاش نقدروا نبنيو واحد العاده. لو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحيدوا شي عاده حنا ما بغيناهاش، خاصك دير العكس ديال داكشي اللي ذكرناه في بناء العاده. اول حاجه انك تخلي ديك العاده ما بيناش لك، مثلا انك تخلي التليفون في شي بيت اخر باش ما تضيعش فيه الوقت. ثاني حاجه وانك ما تخليهاش اتراكتيف، يعني خيبها، مثلا انك تفكر راسك دائما بالاثار السلبيه ديال انك تهز التليفون وتضيع فيه الوقت وتبقى تسكروري. وثالث حاجه هو انك تصعبها لك، يعني بحال مثلا تحيد لي زابليكاسيون اللي كتضيع فيهم الوقت، او انك دير شي كود طويل باش انك تدخل التليفون والى اخره. رابع حاجه وانك ما خصك تخليها مرضيه، يعني ان ما خاصكش ترضيك في الاخر، يعني انك خاصك تقول راسك الا مشيتي تا درتي ديك العاده فراه غادي تحرموا من واحد الحاجه اللي عزيزه عليه. الخلاصه الا بغيتي تحيد شي عاده راه خاصك تصمم البيئه اللي غادي تخليك بعيد عليها قدر الامكان. واخر حاجه غادي نطرقوا لها في الفيديو هذا واللي هي اللي كتفصل ما بين واحد غادي يكمل في هذيك العاده وواحد ما غاديش يكمل فيها، انك ما تبنيش ديك العاده على ود واحد النتيجه وصافي. مثلا انا بغيت نبني عاده القراءه باش نكمل واحد الكتاب وصافي، ملي غادي نكمل داك الكتاب ما غاديش نبقى كنقرا. فباش نتفاداو هذا المشكل هذا خاصك تبني هويه او ايدونتيتي اللي غادي تامن بها وغادي تدخلها لراسك. فبلاصه ما غادي تقول انا باغي نكمل هذا الكتاب هذا، غادي تقول انا شخص اللي كيقرا كل نهار، يعني انك غادي تبني شخصيه اللي كتقرا كل نهار. فراه انت ماشي غير كتبني غير عادات وصافي، فراه انت كتبني الشخصيه ديالك، الايدونتيتي ديالك اللي غادي تخليك وغادي تحكم لك واش غادي تكمل في ديك العاده ولا لا. باش نختموا هذا الفيديو هذا كنطلب منك انك تختار عاده وحده وتطبق على كاع هادشي اللي ذكرنا في هذا الفيديو هذا، وتجي عندي من مورا سيمانه وتقول لي فين وصلتي في ديك العاده. حتى رمضان ماشي غير شهر غادي نصوموا فيه غير على الماكله وصافي، فهو فرصه ديال التغيير اللي غادي تخلينا نبنيو عادات صغار ونبنيو شخصيه جديده وايدونتيتي جديده اللي غادي تعاونا نوصلوا لداكشي اللي بغينا. فكما ذكرت في الاول وغادي نعاود نذكر بهذه الجمله هذه، التغيير الحقيقي ما كيجيش بين ليله ونهار، التغيير كيخصو تكرار وصبر وديسيبلين وكونسيستنسي باش يلاه يبانوا لك النتائج. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم خليوا لي لايك وكتبوا لي شنو عجبكم، ولا ما عجبتكم كتبوا لي في الكومونتيرات وشنو بغيتونا نبدلوا في الحلقات الجايين. كان معكم خوكم وحبيبكم الياس. باش تعرفوا الاخوان راه كنضرب معكم تماره هذه 5 الصباح، دابا كيهلل الهلال باش الناس ينوضوا يتسحروا. مبروك رمضان ومبروك عواشركم، ونتمنى ان شاء الله دوزوا هذا الشهر هذا احسن شهر في العام.